محمد رمضان الممثل يا فندم. بس لا خلاص انا هشوف رقم تاني حضرتك تكسبه. انا محمد رمضان الممثل وده برنامج مدفع رمضان. لو حضرتك مش لا. السلام عليكم ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا جايين نصور لكم مدفع رمضان بنسخة الشوارجية. طبعا الابيض والاسود الوان مهمة جدا في حياتنا. النهار ابيض والليل اسود، والاسود مهم زيه زي الابيض بالظبط، لان لولا الاسود كناش هنشوف بنين عينينا الاسود، وهيبقى نهار امه اسود اللي هنكلمه النهارده. هنعمل فيه المقلب بتاع النهارده، لان المقلب بتاع النهارده قوي جدا جدا جدا. فيا ريت تضغط لايك وسبسكرايب عشان الفيديو بتاع النهارده احنا هنتصل بيه بالناس حبايبنا واخواتنا وكاننا احنا مدفع رمضان، وهنكسبهم 200,000 جنيه. بس طبعا هيبقى مقلب، لا في 200,000 جنيه ولا في 200 جنيه حتى. خليكم معانا بس وتتابعوا المقلب، واكيد هيعجبكم. انا متاكد ان هو هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل ما هو جديد. وطبعا معانا في فيديو النهارده معزوز. المساعده بتاعتي امنيه. ايه؟ المساعده بتاعتي انا مش مساعده، انا شريكه. ايوه شريكه بتاع معايا في المقلب بتاع النهارده ان شاء الله. المفروض ان هي هتتكلم الناس على اساس ان هي فريق الاعداد بتاع البرنامج وكده. بصوا يا جماعه، هو بعد ما يقول لهم على طول ان هو محمد رمضان وان هم كسبوا معاه يقفل بقى ليه؟ عشان محدش يكتشف الخدعه. وانا هكلمهم بقى على اساس ان انا فريق الاعداد، لان طبعا استاذ محمد رمضان مش هيفضل يرغي معاهم سنه. فانا اللي هكلمهم وهقول لهم يعملوا ايه بالظبط عشان يستلموا الجائزه. ايه رايكم في الهلالات بتاعتي اللي انا معلقاها؟ هي طبعا جميله يا معزوز، تسلمي شكرا. هي اللي معلقاها السنه دي يا جماعه. انا ما ساعدتهاش في اي حاجه بصراحه خالص. زي ما انتم شايفين الزينه اهي تاني بنوريها لكم تاني عشان لو كنتوا شفتوها في الفيديو عايزه اقول الاولاني. لكم ان هو وعدني بفرع زي ده عشان اركبه على الستاره الكبيره اللي هناك، وفي الاخر ما ادانيش الفلوس وما ادانيش اشتريه. ان شاء الله ان شاء الله يكون عندك ان شاء عشان كل الله الناس مشاهده عليه، مش هصدقك تاني لما نقبض الشهر ده. يلا بينا نكمل الفيديو ونحل مشاكلنا دي بعد الفيديو. اول رقم معانا يا جماعه في اللي ليلته هتبقى سودا النهارده معانا في المقلب هو يوسف طازه. يلا بينا. رقم تعيس الحظ معانا النهارده. نقول رقم قدام الناس؟ لا لو خبط في الكلام ولا عوق هنبقى لا ما نشتم. اعتقدش يعني ان هو بس هو لما يكتشف ان هو مقلب ساعتها انا هسلمك انت الموبايل، لان انا مش هتحط في الموقف ده. معلش انا مش هتهزق بس عشان ما يسمعش صوتي. ايوه مساء الفل والجمال. مساء الفل والجمال. بس مين معايا؟ معاك محمد رمضان من برنامج مدفع رمضان. يا فنان. ايوه مين معايا الرقم ده باسم فنان يوسف. بيستلم المكالمه دي من زمان قوي 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 يا فنان. ربنا العالم بيا ومش كله عايز اتجوز والله. الف 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 مبروك معانا استاذ يوسف. كل يوم كنت بدعي ولا بصلي التراويح ولا بصلي الفجر اللي حضرتك تكلمني عن فنان مصر. مبروك يا استاذ يوسف. رقم طلع معانا في القرعه. حضرتك سعيد الحظ معانا النهارده. الرقم بتاعك طلع في القرعه، كسبت معانا 200,000 جنيه. استاذ يوسف هتعمل ايه بال 200,000 جنيه؟ انت خاطب ولا لسه هتخطب يا استاذ يوسف؟ بس عايز اتجوز الدنيا معسكره معايا شويتين والله العظيم انت جيت لي من السما. تحب خطيبتك يا استاذ يوسف؟ جدا والله جدا فشخ. عايز تتجوزها جامد يعني؟ ايوه والله كان الف 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 مبروك يا استاذ يوسف، جوازه سعيده ان شاء الله. هسيبك دلوقتي مع برنامج الاعداد عشان ياخد منك التفاصيل بقى، العنوان بتاع حضرتك رسالة لخطيبة يوسف. خطيبة طلع بيحبك. بصي اتأكدنا. بص اتأكدنا من دلوقتي المعز هتكلمه، هتقول له ماشي. بقى ان احنا هنيجي نصور معاك وكده، وعشان نديك الجايزه وكده. اتفرجوا انتوا هتعرفوا كل حاجه. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. ايه ده؟ ايه ده هو؟ ايوه قفل الموبايل. كلمي تاني كده. ايه ده؟ والحق الرقم المطلوب مغلق. ايه ده؟ رقم فصل ولا ايه؟ كده يبقى متصور عشان يكسب. الرقم المطلوب. ممكن يبقى هو كده مفيهاش شبكة او الموبايل فصل من الفرق. الرقم المطلوب. ممكن. كده بقى يا مستر يوسف خسرت ال 200,000 جنيه. لا خلاص مش هنتحايل عليه، ده قانون البرنامج. شوف لنا رقم رقم تاني. كده طلع لا سيء الحظ. خلاص شوف لنا رقم تاني. طيب نكلم عمر شوار. 4 وخلي أغنية حفلة تنكرية لرحمة حسن. رن كنترول يرن على الرقم بتاعه. والكنترول دي. الخط لسه جديد. الخط لسه جديد مش مع حد اصلا. انا اصلا مسجله رقم تاني مش هيبان، يعني محدش يشوفك تلاقي سكرين كده ولا كده هيلاقي الاسم بس مش هيلاقي الرقم. فكوكم من الحوارات. الولد تعب من كتر ما بيشتري ارقام جديده. الو مساء الفل والجمال.
حضرتك انا محمد رمضان من برنامج مدفع رمضان. مين؟ محمد رمضان الممثل محمد رمضان من برنامج مدفع رمضان. مين حضرتك مين معايا؟ اسم حضرتك ايه؟ انا مش عمر. استاذ عمر، حضرتك كسبت معانا في برنامج مدفع رمضان، رقمك طلع في القرعه 200,000 جنيه رقم طلع فين؟ في القرعه بتاعت برنامج مدفع رمضان. هو مين معايا؟ محمد رمضان الممثل يا فندم، انت مش صوت محمد رمضان، انت هتحور. والنعجه الشريفه انا محمد رمضان. والايه؟ أقول له كل واحده كده سيب الفلوس يا ليفا. سيب الفلوس يا ليفا. انت مين يا انا متسول انت انا؟ محمد رمضان الممثل من برنامج مدفع رمضان، كسبت معانا 200,000 جنيه. الف مبروك يا استاذ عمر. وبعدين محمد رمضان جايب رقم متسول شبه ده. محمد رمضان هتلاقي رقمه زيرو اصفار. حضرتك يا فندم انا عشان بصور من مدينه الانتاج الاعلامي، فالرقم اللي معانا دوت رقم البرنامج. لو حضرتك مش عايز تستلم الجايزه عادي ممكن نشوف رقم تاني يبقى حظ سعيد وهو معانا النهارده. انت عيال حضرتك اسمهم ايه يا استاذ محمد؟ معايا جودي وايسي. عيال محمد رمضان اسمهم حنين وادم يا كده. انا حنين وادم، نسيت والله. يا راجل بس لا خلاص انا هشوف رقم تاني حضرتك نكسبه. يا لبي كنت تقول له بدلعها وجودي. كنت بقول على رقم ايه؟ مش مساوي حاجه. كشح كسر قلبي وهني. انت تخطيت ان هو بيقول على رقم المتسول. رقم جديد يا معز. لو سمحت اشتري لي رقم حلو طالما الرقم ده متسول. عمر كشح ان هو مقلق. طب نكلمه تاني؟ لا. ولا نشوف يا ابني كنت قفلت واديتني كاني بقى انا ولا كان برضو ممكن مش عارفه من رأيي. طب ممكن المعز تكلمه على اساس ان هي معده في البرنامج. بعد ايه؟ بعد ما قلت له جودي ومش جودي. انا الصراحه كنت مش انا ما اعرفش ولاد محمد رمضان اسمهم ايه. هو ولا قال أنا. اسمهم ايه؟ حنين وادم. ايه ده؟ على فكره حاسه بيحور. استنى كده اما نشوف يا جماعه عيال محمد رمضان. عايزين نعرف بس ولاد محمد رمضان اسمهم ايه عشان لو حد سالنا السؤال ده. يا محوراتي انت اصلا بيقول اسامي تانية. يا بنتي لا والله العظيم كنز اسمها كنز كنز إيه؟ البنت. انا فاكره فعلا حوار كنز ده. إيه ده؟ ابنه في علي. حنين. ايوه حنين يا سي وعلي انا وكنز. هكلم عمر تاني. حنين وعلي وكنز. حنين وعلي وكنز. ايوه ولك مفيش حنين. ادم. قال حنين وادم. يا استاذ عمر حضرتك خلاص اتنزلت عن الجايزه؟ يا عم انت مين يا عم؟ فوقك من التحويل. انا ولادي اسمهم علي وحنين يا استاذ عمر وكنز. مش اسمهم فيديو ايسي وكنز حضرتك. كنزين. يا طب تثبت تاني. قول لهم انا بحب ادلعكم جودي وايسن. طب تثبت تاني. طب خلاص. اتكلمي انت بتاع اعداد البرنامج. اعداد البرنامج. يا عم خليني بقى يا عم عايز انام. الو مساء الخير. ايوه مين؟ حضرتك احنا الاعداد بتاع البرنامج. حضرتك عايز تستلم الجايزه ولا مش عايز تستلمها؟ في ناس محتاجه غيرك. شوف الليفه ده هيكسب ولا لا ولا اختار رقم تاني. الو. خد كلمه انت. لا ماليش دعوه. هتستلم الجايزه حضرتك ولا تشوف رقم تاني؟ طب ابعت الجايزه حضرتك. طب الاعداد هيكلم حضرتك دلوقتي اهو، ياخدوا منك التفاصيل والعنوان ويقول لك هتستلم الجايزه ازاي. ماشي يا باشا. ماشي يا فندم. يلا مع السلامه. ما هو قال لي قال مع مع السلامه. ما اكيد مش هكلمه في نفس اللحظه. هو الاعداد قاعد جنبك. انت هتعمل ايه؟ الاعداد جوه على شايف. فكره يا جماعه انا احمد هو بوظ المقلب. انا هو عمر اللي كاشح انا مالي. عشان انت اللي اديته الفرصه. اعمل ايه؟ طب اه ما هو يا ابني كده هو خلاص. انا حاسه ان هو عارف خلاص. انا هقول له ايه بقى؟ يلا هو بيكشح مقلب ازاي؟ هو ده بيقول لك هات الفلوس. انت معاك ال 200,000. لا خلاص ممكن بقى تسكت تشوف لنا رقم تاني. طيب. انت عيالك علي ماشي. وكنز وحنين. تمام، ماشي. ودلوقتي يا جماعه صاحب الحظ السيء اللي هنكلمه هو الحسن، يوتيوبر طبعا كلكم عارفينه، هتظهر صورته قدامكم دلوقتي على الشاشه. يلا بينا بسم الله نبدا حزن جديد. مساء الخير، مساء النور. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بخير. معاك محمد رمضان من برنامج مدفع رمضان. ازيك يا حاج محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله يا فندم. الرقم بتاع حضرتك الف 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 مبروك، طلعت القرعه عليه وكسبت معانا 200,000 جنيه. يا للهول بجد. حضرتك مش مصدق ولا ايه؟ خدهم كاش والله قشطه. حضرتك فريق الاعداد هيتواصل مع حضرتك ياخد منك البيانات، وهنستأذن حضرتك بس لو ينفع نصور معاك عشان برضو نثبت للساده المشاهدين ان احنا طبعا في جديه في الموضوع وان الجوائز دي حقيقيه. يا جدعان بجد تسلموني. ماشي شكرا. حضرتك هتعمل ايه بال 200,000 جنيه ان شاء الله؟ انا هعمل ايه بال 200,000 ان شاء الله. لما ناخدهم الاول. طب ما حضرتك هتاخد جايزه دلوقتي 200,000 جنيه. ايوه. يعني قصدي حضرتك ان انت مش محتاج ال 200,000 جنيه؟ مش عارف انت بتهزر ولا بتتكلم. حضرتك احنا ما بنهزرش. انا هبعت لحضرتك 200,000 جنيه. 200,000 جنيه حضرتك هتعمل بيهم ايه؟ لو 200,000 جنيه؟ اه اكيد هنهزر والله. لا حضرتك انا محمد رمضان الممثل وده برنامج مدفع رمضان. لو حضرتك مش
لو حضرتك مش عاوز الجايزه ممكن نختار رقم عشوائي تاني. اختار رقم شويه تاني، انا فهري يا اخي. انت بتهزر يا فندم ولا ايه؟ يا عم انا بحب الهزار، انت كمان بتهزر. يعني مش عاوز 200,000 جنيه؟ لا شكرا، مش عايزه بصراحه، انا عايزه بجد لكن فيك مش عايزه. طب ايه في الاليف؟ هو انت في إيه؟ انت مش مكرم؟ هو ده مش محمد رمضان. مش عارف. محمد رمضان. وبعدين بقى في المقلب اللي مش راضي يصد. نكلم مين؟ مفيش الا طازه العبيط هو اللي صدق. بصوا ممكن نتكلم دلوقتي احمد علي. اليوتيوبرز دول بيبقوا دماغهم صحصحه وما بيبقوش طب ممكن نشوفوا الحلقه في وقتها بقى ولا ايه؟ دلوقتي يا جماعه هنكلم احمد علي. يلا بينا بسم الله نبدا حزن جديد. ايوه مساء الخير، معاك محمد رمضان من برنامج مدفع رمضان. مين؟ محمد رمضان الممثل. بجد والله؟ حضرتك احنا هنهزر ولا ايه؟ ده برنامج مدفع رمضان وانا محمد رمضان، والف الف مبروك رقمك كسب معانا 200,000 جنيه. حضرتك احنا ما بنهزرش، ده الف الف مبروك. حضرتك هتعمل ايه بال 200,000 جنيه؟ انت محمد رمضان بس ولا لا؟ ايوه انا محمد رمضان، بس الصوت بيعمل صدى الصوت عشان انا في البرنامج. ايوه معلش بقى انا بتاسف لحضرتك، رقمك طلع في البرنامج. احنا في الاستوديو دلوقتي وانت طلعت في البرنامج ورقمك ظهر في البرنامج، فانت هتضطر تغيره بقى ان شاء الله. 200,000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه؟ احمد علي. الله على الاسامي. ده احمد علي مرتين ولا احمد علي وبتعيده بتاكده؟ يعني احمد علي. اهلا وسهلا يا استاذ احمد. هتعمل ايه ب 200,000 جنيه يا استاذ احمد؟ حضرتك كسبت رقم طلع عشوائي معانا يا استاذ احمد. مفيش مقالب ولا حاجه، ده برنامج احنا بنحقق احلام الناس. يا استاذ محمد والله انا عشان بس عندي واحد صاحبي بيعمل مقالب كده كتير فانا بقيت بخش. لا يا استاذ احمد، ده فريق اعدادها هيكلم حضرتك دلوقتي وياخد منك البيانات ويوصلك ال 200,000 جنيه. لغايه ما اشوف انا حتى في حاجه غلط. طب هتعمل ايه بال 200,000 جنيه؟ اطلع حج، اول حاجه اطلع امي والبيت كله حج، بعد كده بقى اكمل بقى المشفى. وبعد ما تحج هتعمل ايه بالباقي 200,000 جنيه؟ اما ارجع بقى حج بشوف. الف مبروك يا استاذ احمد. ان شاء الله فريق الاعداد هيتواصل معاك ويلا بينا نبدا فرحه جديده. 200,000 جنيه هيطلع عيالك كلها وانت بتقول له ايه اللي هيبقى؟ انت عارف الحج بكام اصلا؟ اعرف يا ابني الحج غالي. 200,000 جنيه يا دوبك، يعني يا دوبك يطلع هو ومامته. ربنا يوعدنا. انت تقول له اللي هيبقى من 200,000 ايه؟ اكلمه؟ كلميه. المفروض ان الامنيه هتكلمه على اساس ان هي من اعداد البرنامج عشان تاخد منه بياناته بقى وتقول له على كام حاجه يعمل. الو مساء النور، مع حضرتك فريق الاعداد بتاع مدفع رمضان. ايوه احنا بس محتاجين نعرف عنوانك فين عشان نيجي نسلمك الجايزه. هو الكلام ده بجد ولا عشان كده ايه بجد الكلام ده؟ كسبت 200,000 جنيه بجد؟ بجد يا فندم، هو مش استاذ محمد رمضان تواصل معاك؟ ايوه الفنان اتصل معاك قال لك كسبت 200,000 جنيه. احنا بس محتاجين عنوانك عشان نيجي نصور معاك. تمام، احنا بس محتاجين حضرتك اما نيجي نصور معاك تمثل ان انت كفيف وتقول قد ايه كنت محتاج المبلغ ده عشان تعمل عمليه وتفتح. خلاص اكلمني ازاي انا مش عارف. حضرتك ممكن والله لا ماشي انا كفيف واعرف كمان. لو مش هتعرف تبقى كفيف تبقى اطرش. بص، هو لو صعب ان انت تبان كفيف يعني ممكن تعمل قعيد. يا استاذ انت عايزاه يا فندم. بصي انا ممثل اصلا من زمان وامي قالت لي انت ممثل ما ينفعش تعمل. بس انت عايزاه اعمل تقول ايه؟ بس اعمل ايه واعمله عادي. خلاص يا فندم ان شاء الله هنجيلك. هو استلام الجايزه ان شاء الله هيبقى رمضان الجاي لا اللي بعديه. ايه كده؟ يا موجود رمضان ده ولا ايه ده؟ ده جاي تاني ولا ايه؟ على فكره المقلب عاجبني والله. اهم حاجه المقلب عاجبك يا بص احنا بص احنا بس نتكلم مين احنا بقى؟ والناس عشان خاطرك. يا نهار اسود بيتصل. بيتصل تاني يا جدعان. احمد قول له بقى ان ده مقلب. الو ايوه يا استاذ احمد. ايوه استاذ محمد رمضان. ايوه في حد بس كان الاستاذ بيكلمني بعدين بيانات التليفون اتقفل. لا خلاص يا استاذ احمد، احنا خدنا البيانات كلها. اتفقت معاك الاستاذه انك هتعمل نفسك قعيد. ها ماشي انا قلت لها قعيد واعمى كمان تعمى قلت لها ماشي. قعيد او اعمى يعني مش لازم الاثنين، يعني حاجه من يا الاثنين. استاذ انت عايزه يا استاذ محمد رمضان اهم حاجه المصداقيه. انت هتلاقيه بص ممثل باهت. حبيبي يا احمد الف مبروك على ال 200,000 جنيه ويا رب تحقق كل اللي نفسك فيه. انت نمبر 1 يا فنان في كل حاجه يا فنان. الله بتحب اغاني يا استاذ احمد؟ كلها بص كلها. طب تغني لنا حته كده. عشان بس دلوقتي بس واقف معاهم. ده بقول لحضرتك 200,000 جنيه غني لنا حته. فنانه الصراحه مش عاوز الصراحه. طيب ماشي يا استاذ احمد. ماشي الف مبروك. كل سنه وانت طيب. رمضان كريم عليك. رمضان اكرم عليك يا فنان. مع قول له السلامه. ده مقلب يا احمد خلاص. اقفل يا ليفا. مش انا
عايز. ايوه بس هو عارف، بس عارف اللي هو ايه يمكن بجد. لو امل 1% حتى ان هو يكسب عادي، هو رايح. طب يا اخواتي نكتفي بهذا القدر، ولو الفيديو عجبكم ولقيت فيه تعليقات كتير ان انتوا عايزين جزء تاني، هعمل لكم جزء تاني عادي، وهعمل لكم مقالب تانية اقوى لو انتوا عاوزين، اللي هم عاوزين. انا عايزه اتصور جنب الهلال. اللي الناس تعالي نختم هنا جنب الهلال. نتمنى ان فيديوهاتنا تكون بتعجبكم، ويا ريت ما تنسوش لايك، سبسكرايب، تفعل الجرس عشان نجيبكم. استنوا كل ما هو جديد. على فكره في رمضان ده يا جدعان قسما بالله احنا وعدنا ووفينا، قلنا لكم هنصور صورنا، وعمل فيا مقلب اول يوم رمضان، انا مش مسامحاه، بس هو عمل مقلب. دلوقتي عملنا مقلب في اصحابنا. الفيديو الجاي بصراحه مش عارفه هو ايه، بس في فيديوهات كتير في رمضان ان شاء الله. في فيديو جاي ان شاء الله بحبكم. كتير في رمضان. بحبكم، بعشقكم، بموت فيكم. اود التقليد وخلاص. انت مش لاقي كلام تقوله يا جماعه. ما تنسوش صلاه، صوم، كده كده عباده. اطلعوا من رمضان ده، تراويح اطلعوا من رمضان ده عاملين اقصى ما عندكم عشان نحتفل بالعيد بقى، واحنا عاملين اللي علينا. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.